كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي. بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم ينعاد علينا يا رب كلنا الايام بخير، وعوده حكاوي القهاوي. هنقعد نحكي كده كذا حكايه في رمضان، فاستنوا الحكايات دي. فمن غير كلام كتير يلا بينا نخش على الفيديو. قرر مجلس الدولة في إيطاليا رفض الاستئناف اللي تقدم بيه نادي يوفنتوس لاستعادة لقب الدوري الإيطالي موسم 2005-2006. وكان يوفنتوس قدم استئناف ضد انتر ميلان والاتحاد الإيطالي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الإيطالية في موضوع لقب الدوري الموسم 2005-2006. وبعد ما الاستئناف بتاع يوفنتوس اترفض وبشكل نهائي، هيحتفظ نادي انتر ميلان بلقب الدوري الايطالي لموسم 2005-2006. شهد عام بقى 2006 فضيحه الكالتشيو بولي، واللي هبط بسببها نادي يوفنتوس لدوري الدرجه الثانيه بعد تورطه في التلاعب بالنتائج واختيار حكام بعينهم لاداره ماتشات. وحصل الانتر على لقب الدوري الايطالي في موسم 2006 بالرغم من وجوده في المركز الثالث، ليتوج بالبطولة بعد تورط يوفنتوس وصدور قرار بهبوطه للدرجة الثانية. في فترة كده من بداية التسعينات ومن قبلها كمان لحد فترة 2005 كان الدوري الإيطالي بيصنف إن هو أفضل دوري في العالم. لا وكمان على بداية الألفية الجديدة الدوري الإيطالي كان صاحب أعلى إيرادات في أوروبا. وعايز أقول لك كمان إن الفترة من 1982 لحد 1998 يعني على مدار 17 سنة كان للدوري الإيطالي الحصة الأكبر في تتويج لعيبة منه الكرة الذهبية، 13 مرة من أصل 17 كرة ذهبية. يعني تقدر تقول كده الدوري الإيطالي كان بمثابة جنة كرة القدم في العالم. طب إيه بقى اللي يخلي دوري يتقال عليه جنة كرة القدم في العالم يبقى في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده اسمه دوري المتقاعدين؟ هي دي بقى يا معلم الحدوتة بتاعت النهاردة. يلا بقى. المدير الرياضي لنادي يوفنتوس اسمه لوتشيانو موجي، خليك فاكر الاسم ده كويس. سنة 2005 بقى يا سيدي اليوفي عمل سوق انتقالات قوي جدا. عندك فابيو كانافارو، ابراهيموفيتش، والمدرب فابيو كابيلو. مع بداية موسم 2005 بقى بدأت التحقيقات في تلاعب في نتائج مباريات الدوري الإيطالي، وحسوا كده وشافوا إن في إيه يعني حاجة مش مظبوطة. طب دي يا سيدي اكتشفت إزاي؟ اعمل لايك بس الأول كده، إيه اعمل لايك أنا بفكرك وتعالى نكمل. اكتشفوا ده يا سيدي عن طريق تسجيلات صوتية وتسجيلات هاتفية بين مسؤولين الأندية ومسؤولين الاتحاد الإيطالي وتحديدا لجنة الحكام. وعلى رأسهم مين بقى يا معلم؟ الحاج لوتشيانو موجي. لو إيه تحقيقات الشرطة اكتشفت إن هما بيستخدموا أكتر من تليفون واكتر من شريحه، وده اللي صعب من عمليه المراقبه. كانوا بيستنصحوا يا معلم. عشان كده بقى بعدها تاخد الشرطه اذن من المحكمه انهم يراقبوا الشرايح دي، ولكن العمليه ما كانتش بالسهوله دي، لان اذن المحكمه بيسمح بمراقبه مكالمات من الشريحه تابعه للبلد اللي هي ايطاليا طبعا. اما بقى الحاج موجي فكان بيستخدم خطوط وشرايح من دول اوروبيه تانية، واهمها كانت سويسرا لان انظمه الامان عاليه قوي هناك. ولكن بقى مع استمرار عمليه التتبع ومراقبه المكالمات بين موجي ومسؤولين لجنه الحكام، واللي كان مع موجي في لجنه الحكام كان اسمه برجامو. ولكن برضه يهمني انك تعرف ان وقتها كان نظام اختيار الحكام للماتشات كان عن طريق عمل القرعه، وكانت بتتعمل كل يوم جمعه في كل جوله. مع مراقبه المكالمات بقى اللي كانت بتتم بين موجي وبرجامو، وكان كل كارت كان بيسحبه برجامو كان بتقارنه مع اللي قاله موجي لبرجامو. والشرطه لقت هنا ان كل حكم كان بيطلبه موجي برجامو كان بيختاره. مش بس كده، لا وكمان كان ساعات بيتدخل في تعيين حكام للفرق المنافسه، وكمان كان بيطلب من الحكام ان هم يدوا كروت للعيبه المؤثره في الفرق المنافسه قبل ماتشاتهم مع اليوفي. لكن كان اهم سؤال عن الشرطه في وقتها في ايطاليا، هل فعلا الفساد ده متوقف عند اليوفي ولا كان في فرق تانية؟ دي علامه استفهام كبيره وسؤال مهم جدا لابد الاجابه عليه من الشرطه في ايطاليا. وكانت عشان تجاوب على السؤال ده كان لازم تستمر في عمليه المراقبه. ولما الشرطه ركزت اكتر لقت ان اكتر من نادي مشبوه وقتها وعليه علامات استفهام كتير. هو نادي فيورنتينا اللي كانت نتائجه سلبيه جدا، وطبعا ده ادى ان هو يلجأ لاساليب غير شرعيه زي تحسين العلاقات هو كمان مع مسؤولين في لجنه الحكام مع الحاج برجامو يعني. وفعلا فيورنتينا بدأ يختار حكامه واللي معاهم بدأت نتائج الفريق تتحسن. يا سبحان الله سبحانه. واللي في السنه دي بقى قدر ينهي الدوري في المركز الرابع والمؤهل لدوري ابطال اوروبا. ولما القضيه دي يا سيدي اتعرفت جات العقوبات زي الصعقه على اليوفي اللي هبط رسميا للدرجه الثانيه واتسحب منه لقبين الدوري موسم 2005 و2006. طب والحاج موجي يا سيدي اقول لك ده يا سيدي اتوقف عن مزاوله العمل الرياضي مدى الحياه. يلا يا عم. وخصم 30 نقطه من الميلان ومنع لاتسيو وفيورنتينا من المشاركه الاوروبيه. القصه اللي انا حكيتها لك دي يا صديقي العزيز دي من اهم العوامل المؤثره على الدوري الايطالي لحد دلوقتي. طبعا هي مش السبب الوحيد لكن هي من اهم الاسباب.
وفي اسباب تانية زي ايه يا معلم؟ بس قبل ما اقول لك برضه ما تنساش اللايك بقى، ما تنساش، احنا خلاص قربنا نخلص. هي يا سيدي الاسباب التانية مثلا نقص في الاستثمارات. عندك الاستثمارات في الدوري الايطالي وفي الرياضه وفي البنيه التحتيه قليله جدا. لك ان تتخيل ان باستثناء اليوفي واودونيزي وساسولو واتلانتا، دول الفرق الوحيده اللي عندها ملاعب خاصه بيها. باقي فرق الدوري ما عندهاش ملاعب. امال بتعمل ايه؟ بتأجر الاستادات من مجلس المدينه اللي تابعين ليها. فعمليه تطوير البنيه التحتيه بتكون صعبه جدا، لانها بتكون اولا هادفه للربح بس مش التطوير، وبرضه لانها بتحتاج موافقات كتير ومن اكتر من جهه. على النقيض بقى دوري زي الدوري الاسباني اللي مع بدايه الالفيه الجديده بدأ في سياسه انتداب اسماء كبيره، على سبيل المثال زي جالاكتيكوس ريال مدريد، زي زين الدين زيدان، بيكهام، رونالدو البرازيلي، ومن بعدهم فابيو كانافارو. وعندك برشلونه برضو اللي كان بيضم اسماء كبيره زي رونالدينيو، ايتو، ديكو، هنري، مرورا طبعا بحقبه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الدوري الاسباني. وطبعا عجز الدوري الايطالي عن منافسه اقوى دوري في العالم في الفتره الاخيره، طبعا هو الدوري الانجليزي. وكل ده معتمد على قوه الصرف والدعم المالي وبيع حقوق البث على مستوى العالم. وده اللي خلى الدوري الانجليزي يكتسب شعبيه كبيره وعالميه في منافسات كره القدم، عكس الدوري الايطالي اللي حقوق البث مقتصره على ايطاليا بس او ممكن اوروبا، لكن مش الشعبيه العالميه اللي كان عليها الدوري الايطالي. فبس كده يا صديقي العزيز، ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. القصه النهارده خلصت، لكن القصص ما خلصتش، في قصص تانية هنقولها في رمضان. برضه كنت هنسى، كل سنه وانتم طيبين يا جدعان بمناسبه شهر رمضان الكريم، ينعاد علينا يا رب كلها الايام بخير. فما تنساش بقى كده ايه، توحد الله وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ولايك لذيذ كده وسبسكرايب منك، واستنى بقى باقي الحكاوي. فبس كده، كان معاكم احمد خالد، سلام.